أهلا بيكم معانا في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم الرقاق الطري بأسهل طريقة، وجنبيه كمان كبدة وكلاوي طعمهم روعة. وبالهنا والشفا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. طبعا احنا كلنا عارفين الرقاق ده طعمه حلو قوي وطريقته سهلة جدا، وكمان الكبدة والكلاوي هنعملها بأسهل طريقة. شايفين؟ ممكن نعمله ساندوتش أو ممكن ناكل بيه كده، طعمه حلو بأي طريقة. هنحتاج 12 كوباية دقيق، نحط عليهم معلقة كبيرة من الملح ونقلبهم. دلوقتي هنضيف كوبايتين من اللبن الدافي، ونخلي بالنا اللبن ما يكونش سخن عشان الخميرة مش هتشتغل، ونقلبهم. هنضيف كوباية مية دافية، وطبعا احنا عارفين ان كمية المية حسب نوع الدقيق. وهنبدأ نعجن، لو احتاجنا مية تاني بنزود تدريجي. شوية مية كمان، بنحط شوية شوية. طبعا في نوع دقيق بياخد مية أزيد من التاني. وهنبدأ نعجن لحد ما العجينة تتلم معانا. عجينة الرقاق سهلة جدا، وطبعا ما فيهاش خميرة، فما بتاخدش وقت طويل. دلوقتي بقى هنضيف كوباية زبادي في المرحلة دي، ده اللي بيديله الطراوة الحلوة دي وبيبقى طري جدا. وهنبدأ نخلطهم كويس مع العجينة. خلاص دلوقتي العجينة جاهزة، هنغطيها ونسيبها نص ساعة ترتاح. بعد نص ساعة بنبص عليها نلاقيها ارتاحت عشان نقدر نفردها. هنبدأ بقى نرش دقيق ونقطع الرقاق حسب الحجم اللي احنا عاوزينه. زي ما حضراتكم شايفين انا بعمل كورة كده بالحجم ده.
وعشان تبقى سهلة في الفرد ممكن نغطي الكور دي ونسيبها نص ساعة كمان ترتاح، بتبقى اسهل في الفرد. وبعدين هنبدأ نرش عليها دقيق ونفردها واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين بالإيد الأول، وبعدين هنستخدم النشابة. طبعا بنفرده رقيق على قد ما نقدر، وكل شوية بنرش دقيق شوية صغيرين. هو بياخد فرد كتير. زي ما قلت لحضراتكم لو ريحتم الكور شوية نص ساعة وهي متغطية بتطلع سهلة عليكم خالص في الفرد، ما تبقاش فيها صعوبة كده. انا الرقاق هسويه على الجريل عادي على النار. لو في اي طاسة عندنا بنحطه كده شوية لحد ما تسخن، يبدأ يحمر من جهة نقلبه، ما بياخدش وقت، دقيقة من هنا ودقيقة من هنا. زي ما حضراتكم شايفين استوى خلاص، ما ياخدش وقت خالص ولا مجهود، بس المجهود بتاعه في الفرد. ونغطيه طبعا عشان يفضل طري. هنعمل واحدة كمان. كده خلصنا الرقاق، هنخش على الكبدة بقى.
نحط كوباية زيت، ونحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ونقلب كده شوية، بس الطاسة تكون سخنة جامد زي ما حضراتكم شايفين. انا عاملاها في صينية عشان تبقى سخنة جامد، والكبدة طبعا بتطرطش زيت كتير. انا هنا مستخدمة نص كيلو كبدة ونص كيلو كلاوي متقطعين. نبدأ ننزلهم في الطاسة وهي سخنة. هنقلب بقى كويس. هنا هحط كوباية من الفلفل الأخضر مع الثوم المفروم، أنا دقاهم مع بعض. هنقلب، ده بيدي ريحة حلوة قوي قوي. طبعا الأكلة دي تفتح النفس، رواق مع كبدة كده، ياريت تجربوها. هنحط كوباية من الفلفل الأخضر المتقطع شرايح، ورشة فلفل أسود، ورشة ملح حسب الرغبة، ونقلب كله مع بعض. والريحة بدأت تطلع. شايفين شكلها بقى حلو ازاي؟ ونقلب. طبعا احنا مش عاوزين ننشفها، يعني ما نحمرهاش على الاخر، تبقى نص كده تحمير. طبعا اهم حاجة في الكبدة انها ما تنزلش المية بتاعتها. هي كده جاهزة خلاص، خلصناها. والرقاق جاهز. شايفين شكله حلو ازاي وخفيف ازاي، والكبدة ولا اروع. وبالهنا والشفا. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.